فالحاجات دي والحاجات اللي انا بوريها لك والحاجات اللي انا بعلمها لك في الفيديوهات هي بالظبط نفس الحاجه اللي مكسره العالم كله دلوقتي. ده تقريبا اكتر فيديو انت طلبتوه مني مؤخرا، ازاي تعمل ببلش للايجنت اللي احنا عملناه، او ازاي تنشره في مكان تعرف تستخدمه بعد كده، او في حالتنا دلوقتي ازاي تعمل له ديبلويمنت. عايزك تتخيل ان الاي اي ايجنت اللي انت قعدت تبرمج فيه بدل ما هو محبوس على جهازك انت حطيته على الكلاود، وبقى عباره عن هو مستني اي طلب تطلبه منه عشان يروح ينفذه بمجرد انك تبعت له رساله معينه. النهارده انا هشرح لك بالظبط خطوه خطوه ازاي تعمل ديبلوي او ببلش للايجنت اللي احنا اشتغلنا عليه او عملناه، وبعد كده ازاي تعرف تتكلم معاه وتدي له اوامر وتعامله كانه بالظبط ايجنت موجود على جهازك ولكنه موجود على الكلاود وعنده اكسس على حاجات اكتر واكتر. عايزك تجيب كوبايه قهوه حلوه وتقعد تركز معايا في الفيديو ده، لان الفيديو ده هو اللي هيوريك ازاي تحول الايجنت اللي احنا عملناه على الجهاز بتاعك لحاجه تبقى موجوده على الكلاود، تعرف انت تستخدمها او تعرف تبيعها للعميل. زي ما قلت الفيديو ده هنشرح فيه ازاي تعمل ديبلوي للايجنتك اي اي اللي احنا عملناه. احنا هنا هنختار بلاتفورم اسمها موديل. تعالى اول حاجه خالص اقول لك احنا ليه اخترنا البلاتفورم دي. موديل بتتميز بثلاث حاجات. اول حاجه موديل فيها سيرفيس اسمها فاست ويك اب سيرفيسز. طب ده معناه ايه؟ يعني لما انت بتستخدم اي سيرفلس هوستنج او بلاتفورمز للهوستنج مش بتديك فيرتشوال ماشين كامله ليك او جهاز كامل ليك لوحدك، هي بتديك لا اما شيرد سيرفيس يعني سيرفر موجود لكذا واحد، كذا واحد بيستخدمه، لا اما موجود عندها هي على الكلاود. مشاكل الحاجات دي انه اكتر حاجه لما بتيجي تطلب طلب او تيجي تبعت طلب للحاجه اللي انت حاططها دي السيرفر بيهنج جدا عشان يشتغل، بيبقى بطيء جدا، وخصوصا في اول كول او في اول حاجه. ده اللي بنسميها الويك اب كول، انك لسه بتصحيه، لسه بتبعت له اول طلب ليك. موديل متميزه في فكره ان عندها حاجه اسمها فاست ويك اب كول، يعني اول طلب بتبعته للايجنت بتاعك بيبقى اسرع بكتير من اي بلاتفورم ثانيه. وكلنا عارفين لو انت عامل اوتوميشن او ورك فلو او ايجنتك اي اي او اي حاجه من الحاجات دي، انت اهم حاجه بالنسبه لك هي السرعه. اصلا عايز يكون الموضوع سريع جدا. لو انت عامل كاستمر سبورت انت عايز الاجابه بتاعته تكون سريعه جدا. لو انت عامل اوتوميشن انت عايز في ثانيه الاوتوميشن يحصل او في ثانيه الورك فلو يحصل. فده مميز جدا 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 بالنسبه لك. تاني حاجه في خاصيه حلوه قوي اسمها باي بير يوز. طب يعني ايه؟ هنا انت مش بتحاسب على ماشين كامله بتدفع مانثلي في او بتدفع من الاخر ايجار ليها كل شهر، لان ده اغلبيه الهوستنج بلاتفورم اللي بتعمله. اللي هنا بيحصل ان انت بتدفع بس باستخدامك. يعني ايه؟ يعني لو انت جيت الشهر ده كله وما استخدمتوش خالص مش هتدفع ولا جنيه، بالرغم من الايجنت بتاعك موجود على السيرفر ولكن انت ما استخدمتوش فمش هتدفع ولا جنيه. اللي بيحصل ان انت كل ما تستخدمه انت بس بتحاسب على الاستخدام ده. فدي حاجه حلوه جدا لانها بتقلل التكلفه، وعلى اللونج تيرم بتحدد لك انت قد ايه صرفت او قد ايه انت بتدفع مقابل الايجنت ده، فتعرف تعمل تقييم للميزانيه بتاعتك احسن بكتير. وبعد كده لو عايز تشتري اصلا فيرتشوال ماشين على النت اوكي، لو ده الاختيار الانسب ليك يعني ساعتها، ولكن باي بير يوز خاصيه حلوه جدا، وعلى فكره موجوده في بلاتفورمز كتيره جدا. ثالث حاجه واللي هي مخلي كل الباكج دي بسيطه جدا ان هي عباره عن وان لاين ديبلوي. طب يعني ايه؟ يعني عشان تسطب او عشان تديبلوي او عشان تببلش الايجنت بتاعك او الورك فلو بتاعك على البلاتفورم انت مش محتاج غير وان لاين كود انت بتعمل له ران، وفي ثانيه كل الاب ده بيروح على السيرفرات بتاعه البلاتفورم. واقول لك بقى حاجه احسن من كل ده، انت كمان مش هتكتب الوان لاين كود ده، انا عامل لك سكيل او عامل لك فايل موجود فيه كل البيانات انك ازاي تعمل ديبلوي في البلاتفورم، ولكن البيانات دي مش ليك. البيانات دي عباره عن سكيل هنحطها في الكودينج ايجنت بتاعنا، ايا كان انت بتستخدم كورسر، انتي جرافيتي، كلاود كود، ايا كان انت بتستخدم ايه. السكيل دي كل اللي انت محتاجه انك تحطها جوه الايجنت او جوه الفولدر او جوه الاب اللي انت عامله، وبعد كده الايجنت هيكون عارف بالظبط هو هيعمل ايه. فحتى الوان لاين ديبلوي انت مش تكتبه، ولكن لازم تكون عارف ان دي واحده من مميزات البلاتفورم. قبل بقى ما نبتدي واوريكم ازاي تعملوا كل الكلام ده بالظبط، عايز افهمكم ان في طريقتين تعرف تكلم بيهم الايجنت بتاعك لما يكون موجود على الكلاود او موجود على الهوستنج بلاتفورم. هما الاند بوينت والسكادجولر. الاند بوينت هو عباره عن حاجه شبه اللي انت شايفها دي، هو عباره عن لاين موديل او بلاتفورم بتديهولك، وانت من خلاله بتعرف تتكلم مع الايجنت بتاعك، بتعرف تعمل له كول او بتعرف تعمل له ريكويست، ايا كان اللي انت تعمله. ده طريقه التواصل بتاعتك. يبقى ده اول طريقه، ومش عايزك تقلق من اي حاجه، لان رقم واحد انا همشي معاك خطوه بخطوه اوريك تعمل ازاي كل الكلام ده. رقم اتنين كل المعلومات دي موجوده في الفايل برضو. وعلى فكره اللاين ده انت ممكن بالظبط تشكله زي ما انت عايز، تحط الباراميترز او تحط الكولينج او تحط الاي بي اي اللي انت عايزه. ومش عايزك برضو تقلق خالص
انا همشي معاك خطوه بخطوه ازاي تعمل كل الكلام ده، وكمان كل المعلومات دي موجوده جوه الفايل او جوه السكيل اللي هديها لك. فحتى الايجنت بتاعك هيكون عارف بالظبط المفروض يعمل ايه، فانت كل اللي انت محتاجه انك تقول له اعمل لي كذا وكذا هو يعمله. انا بس عايز اعرفك ان اللاين ده بيتغير على حسب ما انت عايز ايه، انت عايز الكول تبقى عامله ازاي، انت عايز المعلومات او الانفورميشن اللي داخله للايجنت تكون عامله ازاي. وما تقلقش هفهمك كل الكلام ده دلوقتي. ماشي، يبقى دي كانت اول طريقه. تاني طريقه هي السكادجولينج. دلوقتي موديل عندها نوعين من السكادجولينج، حاجه اسمها كرون وحاجه اسمها بيريود. طب ايه هما الاثنين؟ كرون هي عباره عن انك بتقول له شغل لي الايجنت ده او شغل لي الاوتوميشن ده او شغل لي الورك فلو ده في ميعاد معين. يعني مثلا تقول له خليه يشتغل يوم الجمعه الساعه 5، يبقى كل يوم جمعه من كل اسبوع الايجنت ده هيشتغل لوحده من غير ما انت تعمل له ريكويست او كول او انك من الاخر تعمل له تريجر او تنادم عليه، هو لوحده هيشتغل. البيريد هي عباره عن بعد فتره معينه ابتدي شغل الاوتوميشن ده. يعني ايه؟ هي عباره عن قرر لي الاوتوميشن ده بعد فتره معينه. يعني مثلا تقول له كل يوم شغل لي الاوتوميشن ده، ودي حاجه بنستخدمها كتير لما يبقى عندك اوتوميشن او ورك فلو ليه علاقه بالسوشيال ميديا وانت مثلا بتنزل كل يوم، فانت بتعمل السكادجولينج ده ويبقى كل يوم في ميعاد معين يبتدي ان هو ينزل لك الحاجات اللي انت بتنزلها. فده النوع الثاني، ده عباره عن شكل الفانكشن او الكود اللي انت لازم تبعته لموديل عشان يبتدي يعمل لك السكادجولينج. وحتى دي انت مش هتعملها لانها برده موجوده جوه الفايل اللي هسيبه لك. كل اللي انت محتاجه انك تقول للايجنت بتاعك انا عايز الاوتوميشن ده او الورك فلو ده يشتغل كل يوم الساعه كذا او يشتغل يوم الجمعه مثلا في ميعاد كذا، والايجنت من السكيل دي هيكون عارف كل المعلومات اللي هو محتاجها وهيروح يعملها عادي جدا. طب ليه بقى انا موريك الفانكشن دي؟ عشان لو انت عايز توفر توكنز انك تتكلم مع الايجنت وعايز تروح بنفسك تغير مثلا حاجه بسيطه، بدل ما يشتغل في ميعاد معين يشتغل في ميعاد تاني، تروح انت تغيرها من غير ما هو يتدخل، ولكن في العادي اساله او اطلب منه هو يعملها لك عادي جدا. تمام كده، انت كده بقى عندك وعي كامل بكل حاجه احنا هنعملها في الفيديو ده. تعالى بقى نبتدي خطوه خطوه اوريك ازاي تعمل ديبلوي وتعرف تتكلم معاه وتعرف تبعت له اوامر باشكال مختلفه. دلوقتي الايجنت اللي هنجرب عليه هو ايميل ايجنت. ده ايجنت انا عملته عشان يبعت لي ايميلات لناس معينه عندي في الكونتاكتس برسائل معينه انا اقول له يعملها. انا بس عايز اوريك على ايجنت بسيط جدا عشان تفهم الفكره نفسها عامله ازاي. فطبعا بعد ما عملت الايجنت جيت هنا وقلت له now deploy this agent on a platform called model. use model.md as a skill to teach you how you can deploy this agent. يعني من الاخر انا بقول له احنا كده خلاص خلصنا الايميل ايجنت، روح اعمل له ديبلوي او ببلش او انشره على بلاتفورم اسمها موديل، واقرا السكيل او الفايل اللي انا مديهولك اللي اسمه model.md عشان تعرف بالظبط ازاي تعمل ده. وده حرفيا اللي انت المفروض تعمله. بس كده، انت ما بتقلقش من اي حاجه ثانيه. هو بيروح يقرا الفايل يشوف التعليمات يروح يعمل لك ديبلوي وبس كده، انت مش محتاج اي حاجه ثانيه. طب حلو قوي، دلوقتي احنا قلنا للكودينج ايجنت روح اعمل لي ديبلوي للاب ده وراح فعلا عمله. ازاي بقى اروح اشوفه او ازاي استخدمه او ازاي اشوف اصلا اللي بيحصل ايه؟ اول حاجه انك هتخش على موديل بلاتفورم، ودي حاجه نسيت اقولها لك، ولكن اول ما تخش هتعمل جيت ستارتد وتعمل لوج ان باي ايميل عندك انت عايز تستخدمه، وانت كده عملت البلاتفورم. بس كده، مش اي حاجه ثانيه، مفيش اي اي بي اي كي او ام سي بي سيرفر او ريكويست او اي حاجه، انت بس هتخش تعمل اكونت وبس كده. هتيجي هنا تدوس على داشبورد هتلاقي ان انا عامل ديبلوي لاثنين ايجنتس هنستخدمهم النهارده. واحد اسمه ايميل ايجنت اللي احنا لسه عاملين له ديبلوي، واحد اسمه ايميل ايجنت اي اي. هفهمك دلوقتي كويس قوي الفرق ما بينهم. عايزك تاخد بالك كويس قوي لما اتكلم على الفرق ما بين الاثنين دول عشان بجد الفرق ده هو المحور كله بتاع الاجنتك اي اي. فدلوقتي هتيجي هنا هتلاقي انه الايميل ايجنت موجود ومكتوب تحتيه ويب. طب يعني ايه ويب؟ يعني انت عامله على اساس ان انت تعرف تستخدمه لما تعمل له ويب هوك او تعمل له كول على الاند بوينت بتاعه. من الاخر عشان تفهم الفكره دي كويس قوي، الاند بوينت او الويب هوك عباره عن الرقم بتاع الايجنت بتاعك. كل ايجنت انت بتعمله ديبلوي بيجيب لك رقم ليه، يقول له خد الرقم ده بتاعه. كل ما تعوزه افتح موبايلك هات الرقم بتاعه رن عليه قول له بالظبط انت عايز تعمل ايه واقفل تاني وبس كده، هو يروح يعمل الحاجه دي. فانا عايزك تفهم ان الاند بوينت هو عباره عن رقم التليفون بتاع الايجنت بتاعك. كل ما تعوز تكلمه بتمسك التليفون ترن عليه وتقول له انت عايز تعمل ايه بالظبط. فهي دي الفكره. فدلوقتي انت عندك الاثنين اب اللي انت حطيتهم على البلاتفورم، عادي جدا ممكن تخش عليهم. لما تخش هو بيوريك كل اللوجز، بيوريك كل الاستخدامات، بيوريك كل الكولز اللي حصلت في اخر فتره. فانت كده عندك وعي بكل حاجه بتحصل جوه الايجنت بتاعك. عندك كل اللوجز يعني كل الكولز اللي حصلت له، والكولز دي نجحت في قد ايه،
اتعمل لها وورنينج، اتعمل لها فيلد، في حاجات بيتعمل لها فيلد عادي جدا. فكل حاجه انت بتعرفها هنا بالوقت وبالتاريخ وبالايه اللي حصل اصلا. طب حلو قوي، كل الكلام ده مفيد. اهم حاجه بقى في كل ده هو اللينك ده الاند بوينت بتاعك اللي احنا قلنا عليه رقم التليفون بتاع الايجنت بتاعك، ده اللي انت هتقعد تستخدمه الفتره اللي جايه. طب حلو قوي، انا دلوقتي وريتك ازاي تعمل اند بوينت او تعمل له رقم تليفون ترن عليه. تعال نشوف ازاي هنعمل له سكادجول، يعني ازاي يرن في ميعاد معين او يشتغل في ميعاد معين او يتكرر بتكرارات معينه كل يوم او كل ساعه مثلا. بنفس الفكره بالظبط هتيجي عند الايجنت بتاعك اللي جواه السكيل اللي انا هديها لك وتقول له بالظبط كده ان انا عايز ان انت تعمل لي سكادجولينج للايجنت في ميعاد معين اللي هو كل 2 الساعه 5، كل يوم 3 الساعه 4 او ايا كان. انت بتقول له ده وهو بيعمل لك ديبلوي عادي جدا، انت ما بتمدش ايدك على اي حاجه تقريبا، بالظبط زي ما انا قايل له كده. انا قلت له اعمل لي سكادجولينج ليوم فرايداي at 5 p.m. للايميل ايجنت اي اي، فهو دلوقتي راح وعمل لي ديبلوي. الاختلاف بقى ما بينهم هتيجي تشوفه هنا ان الايميل ايجنت اي اي ليه حاجتين، ليه ويب يعني ليه رقم تليفون انا عملته لما عملت له ديبلوي اول مره، وليه سكادجولد يعني حدث هيحصل كل فتره معينه او في ميعاد معين كل فتره. في بقى حاجات مهمه قوي لازم تاخد بالك منها هنا. انا مخلي الفانكشن او الحدث اللي هيتكرر كل يوم جمعه ده يكون عباره عن ان انت بتبعت لي كونجراتس او تبعت لي ترحيب لايميل معين كل يوم جمعه. فانت حتى اسم الفانكشن او اسم الحاجه اللي انت عملتها بتبان هنا مكتوب باسم scheduled congrats، يعني رساله شكر متجدوله عندك. فانت حتى لما بتعمل scheduled ما بتعملهاش وتسيبها وتنسى اصلا انت كنت عامله على ايه او ايه اللي هيحصل اصلا في الميعاد ده. انت هنا بتيجي تعرف تسميها لانك بتسمي الفانكشن نفسها، وده بتعمله على فكره لما بتتكلم مع الايجنت بتاعك وتقول له كل يوم جمعه انا عايز رساله شكر تحصل كذا كذا كذا. وهنا كمان هو محدد لك قايل لك at 5 p.m. only on Friday، ولو كمان دوست عليها هيجي لك تايمر هنا ويقول لك ان الرن الجايه او المره اللي جايه اللي هيشتغل فيها الايجنت هتكون بعد يومين. فهو بيبقى فيه عداد هنا بيقعد يعدل لك بالظبط المفروض تتكرر كل قد ايه او فاضل لها قد ايه عشان تشتغل. وهنا بيقول لك تاريخ بالظبط، بيقول لك لاست رن اخر مره اتعمل لها رن. والاهم من كل ده ان هنا ممكن تدوس على جمله run now، يعني حتى السكادجول لو انت عايز ان هو يحصل دلوقتي، لو انت مثلا عايز تبعت رساله دلوقتي حالا هتدوس هنا وتيجي تدوس على run now ولوحده هيروح يكلم الايجنت يبعت رساله دلوقتي حالا. فدي احسن حاجه في البلاتفورم، انها يوزر اكسبيرينس عظيمه. انت مش محتاج تكون تكنيكال قوي عشان تعرف تفهم الكلام ده كله عشان تعرف تتعامل معاها، وفي نفس الوقت لو انت شخص تكنيكال وبتدور على حاجات زي اللوجز وزي الديبلويمنت وزي الفانكشنز هتلاقيها برده. فهو بيحاول يرد ما بين الطرفين. حلو قوي، انت كده فهمت ازاي تجيب الايجنت بتاعك وتحطه على الكلاود وتعمل له حاجه من الاثنين، يا اما رقم ترن عليه في وقت ما تحب، يا اما تعمل له سكادجولينج او جدوله لميعاد معين او بتكرار معين. تعال بقى نشوف الكلام ده بشكل عملي. تعال بقى نشوف ازاي ممكن نرن عليه بتعليمات مختلفه او بشكل مختلف فيطلع النتيجه اللي احنا مستنيينها منه. دلوقتي دي تول كلنا عارفينها اللي هي انت ان، احنا هنستخدمها عشان اعرف اوريك الشكل نفسه بيحصل ازاي اندر ذا هود، او لما تعمل مكالمه للايجنت بتاعك ده ايه اللي بيحصل وايه النتيجه اللي بتحصل وازاي تفهم الكلام ماشي ازاي. اعتقد احسن طريقه واسهل طريقه ان انا اوريك ده في انت ان مش تبقى شايف بالظبط كل اللي يحصل ازاي. دلوقتي دي تقريبا اهم حته في الفيديو، عايزك تركز فيها كويس قوي. انسى كل حاجه فاتت وانسى كل حاجه جايه، عايزك تركز في الحته دي كويس قوي. ايه الفرق ما بين انك تديبلوي او تنشر اب او ايجنت ب اي اي او من غير اي اي؟ دلوقتي تعال نجرب الويزاوت اي اي. دلوقتي ده عباره عن بايثون سكريبت مكتوب او كود مكتوب عشان يعمل خطوات معينه او يحل مشكله معينه. فانت بتيجي هنا تعمل له كول او تعمل له ريكويست، فده هو اليو ار ال اللي انت خدته من جوه موديل ابلكيشن اللي هو ده. طب حلو قوي، ايه بقى كل الكلام اللي بيجي بعد ده؟ انا اقول لك بقى ايه كل الكلام ده. السلاش سند ايميل ده اسم الريكوست، ده الاسم اللي هيتسجل جوه اللوجز او جوه الهيستوري او التاريخ بتاع الايجنت. طب يعني ايه؟ لو جينا هنا وشفنا كل الهيستوري اللي اتعمل هتلاقي ان في دايما كول او ريكوست اسمه سند ايميل. طب ده فايدته ايه؟ فايدته ان انت عشان لو عندك ايجنت بيعمل كذا حاجه مع بعض وانت مثلا عايزه يبعت ايميل او يبعت رساله او يروح يسجل لك ميعاد، فبدل ما تعمل ريكوست ملوش اي معنى ولما تيجي تبص هنا تلاقي ان في ريكوست او مكالمه حصلت بس ما تعرفش ايه اللي اتقال فيها وايه اللي حصل فيها
وانت اصلا قلت له يعمل ايه. ده بالظبط عشان ترتب افكارك او عشان ترتب الكولز او الهيستوري بتاعك. فدي اول حاجه السلاش سند ايميل. اي حاجه في الكول او في ريكوست بتيجي بعد الكويستشن مارك او علامه الاستفهام بتبقى عباره عن بارامتر. البارامتر ده هو اللي بيفهم الايجنت او السكريبت او الاب انت المفروض تعمل ايه. يعني دلوقتي انت قلت له ابعت رساله، بس ما قلتلوش لمين، ما قلتلوش يكتب فيها ايه، ما قلتلوش التايتل، الديسكريبشن، السمري، ما قلتلوش اي حاجه. انت قلت له ابعت رساله، هيرجع لك سكسس بس وذ وورنينج. يعني ايه؟ يعني انا نجحت، انت رنيت عليا والرنه وصلت، بس ما قلتليش اعمل ايه. انت رنيت واول ما رديت رحت قفلت تاني ولا كاني عملت اي حاجه. فده هو اللي بيحصل، ان اي حاجه بتيجي بعد علامه الاستفهام هي عباره عن الطلبات او الحاجات او المعلومات اللي انت عايز تقولها له عشان يروح يعمل الحاجه اللي المفروض يعملها. فاول حاجه قلناها له ان الريسبتنت او المستلم بتاع الرساله بايميل معين اللي هو basimosama@gmail.com. بعد كده تقول له وكمان السبجكت هيكون بيساوي تيست، وكمان البادي او الرساله نفسها يكون مكتوب فيها تيست. فانت كده رنيت وقلت له بالظبط المفروض يعمل ايه، وقلت له كل المعلومات اللي محتاجها عشان يعمل الحاجه اللي قلتها له. هنيجي نجرب كده ونعمل اكسكيوت ستيب. هيجي هنا يرد عليك بان الستاتس سند ان هو فعلا بعتها للريسبتنت او المستلم اللي هو basim@gmail.com، والسبجكت كان تيست، وكمان بعت لك المسج اي دي. وعلى فكره انا استخدمت ان عشان تشوف بس الشكل نفسه عامل ازاي فتفهم الموضوع بشكل احسن. طب تعالى كده نبص هل ده اتسجل عندنا. هنلاقي ان في حاجه جديده هنا اتسجلت اللي هي سند ايميل اتبعتت في الميعاد ده بالتاريخ ده. طب لو جينا فعلا بصينا على الايميل وشفنا هل في رساله اتبعتت ولا لا، لو جينا هنا هنلاقي ان في رساله اتبعتت، السبجكت بتاعها تيست والبادي بتاعها هو برضو تيست، والرساله لسه مبعوثه حالا. طب حلو قوي، احنا دلوقتي عرفنا ازاي نحط الايجنت، نجيب رقم نرن عليه نقول له كل المعلومات وهو يروح يعمل الحاجه دي. تعالى بقى اديك اعظم حاجه حصلت لما ابتدينا نحط الاي اي او نحط روح جوه الابس او جوه السيستمز. دلوقتي ده نفس الايميل ايجنت ولكن جواه اي اي، جواه ال ام. طب حلو، ايه اللي هيفرق؟ اول حاجه هتاخد بالك منها ان انت مش بتديله بارامترز معينه، انت بتديله حاجه اسمها برومبت. طب يعني ايه برومبت؟ انت بالظبط بتديله تعليمات مش لازم تكون منظمه ولا لازم تكون مترتبه ولا لازم تكون اي حاجه ليها علاقه بانك تبعت حاجه معينه او تقول معلومه معينه ولو ما قلتهاش صح كل الكلام ده هيفشل وهيرجع لك ايرور. لا خالص، انا هنا عامل له ريكويست عشوائي جدا. انا هنا قايل له send a congrats email to basimosama@gmail.com for passing his exams. يعني ايه؟ يعني بعت لي رساله بتحيي فيها الايميل ده اللي هو basim@gmail.com على ان هو نجح في الامتحان بتاعه. في العالم الطبيعي او في الابس الطبيعيه ما ينفعش يكون ريكويست اصلا لانه مفيش بارامترز، انت عامل كلام طبيعي بتبعت له كلام. انا كمان ممكن ابعته له بالعربي، يعني لو جيت هنا وقلت له ابعت لي رساله عشان تشكر باسم اللي هو الايميل بتاعه basimosama@gmail.com نقطه، بس كده. دي رساله ما ينفعش اصلا تكون ريكويست زمان، لكن دلوقتي بالاي اي لو جينا هنا ودوسنا اكسكيوت ستيب هيجي هنا يقول لك ان هو فعلا بعت رساله. طب تعالى نبص عليها. دي الرساله اللي اتبعتت، السبجكت كان شكرا لك، وهنا عزيزي او عزيزتي اود ان اشكركم على كل ما قدمتموه، دعمكم واهتمامكم محل تقدير كبير، مع خالص الشكر والتقدير. طب هل انا كتبت كل الكلام ده؟ لا. طب هل انا اديته معلومات واضحه ويروح يعملها؟ لا، انا اديته حاجه اسمها تعليمات اللي هو البرومبت. طب حلو قوي، ايه بقى العظيم في الكلام ده؟ العظيم ان انت حرفيا عملت ايجنت او عملت اي اي وحطيته على الكلاود مستني منك اي تعليمات، مستني ترن عليه تقول له اعمل لي 1 2 3 وهو يروح يعملهم بالشكل اللي هو شايفه مناسب. مش محتاج منك انك تقول له تعمله ازاي، لا، هو هيشوف ازاي يبعت الاي بي اي الصح للايميل ايجنت بالبارامترز الصح بالاسم الصح بكل حاجه. انت ما قلتش اصلا تعملها ازاي، انت بس قلت له ابعت لي رساله شكر لباسم او ابعت لي رساله شكر لشخص معين، وهو يروح يعمل كل الدوشه دي ويبعت لك رساله. لو في اي حد بيتابع السوشيال ميديا هيعرف ان في حاجه العالم كله بيتكلم عنها اسمها اوبن كلا او كلاد بوت او مولت بوت. كل الاسامي دي لنفس الحاجه. اللي انت مش واخد بالك منه ان اللي احنا بنعمله ده هو بالظبط نفس الحاجه. اوبن كلا هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ايجنت جواه اي اي، وبعد كده بترفعه على الكلاود او تحطه على الماشين بتاعتك وتبتدي تديله اكسس على حياتك او تبتدي تديله وصول او ترابط ما بين الايميل بتاعك والكالندر بتاعك والانستجرام بتاعك والملف ده والكمبيوتر ده، وبتقعد تديله اكسس على حاجات كتيره في حياتك. وبعد كل ده تربطه بحاجه زي تليجرام عشان تعرف تتكلم معاه،
وتبعت له رساله زي بالظبط اللي بعتناها دي، اعمل لي رساله شكر لباسم، وبس كده. هو يروح ياخدها يفهم يعني ايه اصلا اللي انت قلته، ويروح يستخدم تول من اللي احنا مديله اكسس عليها زي جيميل، يبعت الباراميتر والاي بي اي اللي مخصوص للحاجه دي واللي انت اصلا ما قلتلوش يعمله ازاي، وبعد كده رساله الشكر بتتبعت. فاللي انا بعلمه لك ده او الحاجات اللي احنا بنعملها في الفيديوهات دي هي بالظبط المراحل بتاعه انك ازاي تعمل حاجه زي اوبن كلا، الحاجه اللي هي مجننه العالم كله بيتكلم عنها دلوقتي، وشايفين ان هي النكست ستيب او المرحله الثانيه بقى من الاي اي، اللي عندك فعلا بيرسونال اسيستنت بيعمل لك كل حاجه بمجرد انك تشات معاه. فالحاجات دي والحاجات اللي انا بوريها لك والحاجات اللي انا بعلمها لك في الفيديوهات هي بالظبط نفس الحاجه اللي مكسره العالم كله دلوقتي. فعشان كده قلت لك ركز كويس قوي في الحته دي. ده الفرق بين انك تعمل ديبلوي لاب او لسوفت وير من غير اي اي جواه، وانك تعمل سوفت وير جواه اي. كل حاجه بتختلف. قعدت تتخيل معايا البوتنشالز او الحاجات اللي ممكن تعملها بحاجه زي دي. انت حرفيا ممكن تعمل ايجنت ترفعه على الكلاود يكون جواه اي وتبتدي تديله اكسس على حاجات كتيره في حياتك، وبس كده بمجرد انك تتكلم معاه تقول له اعمل لي كذا كذا، مش محتاج تقول له اصلا اعملها ازاي، هو هيروح لوحده يشوف انت عايز تعمل ايه ويروح يعملها. وبكده انت عرفت ازاي تاخد الايجنت اللي انت عامله عندك على الجهاز او الايجنت اللي احنا عملناه مع بعض الفيديو اللي فات وتعمله ديبلوي او ببلش او نشر على كلاود، وتعرف تتكلم معاه وتجيب له رقم تليفون وترن عليه تقول له انت عايز تعمل ايه بالظبط وهو يروح يعمله لك. اتمنى اكون عرفت اوصل الفكره دي كلها في حته بسيطه بشكل بسيط تعرف تفهمه، وبس كده.